ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الخلة. مشكلة الخلة طبعا هي قضية، هي يعني ظاهرة. الستات بتلجأ ليها لما بتكون كرهت حياتها أو كرهت عيشتها. بس تعالوا ناخد جانبين، في جانب إيجابي وفي جانب سلبي للخلة. في جانب إيجابي إن هي الست اللي بتبقى خلاص شافت المرار ومش قادرة بتبقى فعلا مظلومة وغلبانة، دي بتخلع، فربنا بينقذها، يعني بتتنقذ، القضاء بينقذها من ايه؟ بالخلع. لكن فيها جانب سلبي. ايه هو الجانب السلبي؟ ان الستات على اي شيء تافه تقولك انا هخلع. يعني جوزها مثلا صوته عالي، جوزها ما جابش النهارده حاجه في البيت، ما خرجهاش الخروجه الفلانيه، تروح زهقت، ما عملهاش حاجه، هي زهقت، مجرد انها زهقت، او حد جديد دخل في حياتها عاوزه تتجوزه، او حد لعب في دماغها من قرايب من صديقات او حد، تروح خلع. هنا غلط. ليه؟ الخلع طبعا مفيد في حياة الستات اللي هي بتشوف الويل وبتتظلم وبتتضرب وبتتهان وبتتشتم، ويبقى الراجل مثلا بخيل في العيشة معاها ومطفحها المر. في الحالة دي تخلع. لكن لازم يبقى فيه، يعني المفروض، او كرأي يعني من آراء، معرفش هتبقوا معايا ولا لأ، شاركوني في التعليقات. المفروض يبقى فيه شروط للخلع. شروط ان الست ترفع خلع في حالة مثلا حاجة كذا، الزوج عمل كذا، يبقى في شروط وبنود يحق للست انها تخلع وتتطلق فعلا، دي تمام. لكن مش على اي حاجة او اي حاجة تافهة تخلع. لكن الخلع مهم طبعا. مهم ان في ستات بتتظلم جامد وبتتضرب وبتتهان، وفي ستات يعني بتشوف الامرين. في الحالة دي طبعا ملهاش حل او منفذ تاني غير انها تخلع. كلنا متفقين. فقولوا لي، الخلع ليه مزايا وعيوب، تمام ولا لا؟ يبقى المفروض يعني كآراء أو رأي يبقى في شروط للخلع ولا لأ؟ أي ست لأي سبب تافه تتطلق بمزاجها تتطلق؟ شاركوني وقولولي. في قصة كنت أعرفها، واحدة كانت يعني إيه، هو في كذا واحدة خلعت، في كتير أوي خلعوا على فكرة، يعني في كتير خلعوا. ما هو الخلع ده بيساوي الطلاق بالإبراء. يعني مثلا لما اجي اتطلق ابراء، خلاص الحمد لله، اجي اخلع بس الحمد لله جت ابراء، خلاص ربنا ستر. لكن في جوز بيعند وما تنفعش تطلق غير بالخلع. يعند في ايه؟ يقولك انا مش مطلق خالص، فتضطر الست تلجأ في الحالة دي انها تروح خلع، حصل على الطلاق بالخلع. ففي واحدة اعرفها، في قصتين، يعني في قصتين. قصة واحدة كانت مظلومة جدا وكانت بتتضرب وبتتهان وبتتشتم، وبخيل جلدة في البيت، ولا أكلة ولا هدمة ولا حاجة، وبيبخل عليها حتى بالفسحة بالخروجة بمصيف بلبس بطقم بالأكل، حتى في البيت ما بيجيبش حاجة خالص، يعني حاجة قرف، نتن زي ما يقول راجل نتن. والراجل البخيل ده نتن، الراجل قليل الأدب نتن، الراجل اللي بيضرب الست ده نتن، الراجل اللي بيشتمها وبيسب لها الأديان ده نتن، الراجل اللي بيخون الست نتن. انت مش عاوزها، اقول لها يا ست انا مش عاوزك، خدي حقوقك مع السلامه انا هتجوز. لكن تبقى على ذمتك وتستغلها وتاخدها قرطاس وتخونها، لا نتن. اي حاجه ضد ظلم المراه نتن. معاك ولا لا؟ انا مش بعمم الموضوع، في رجاله محترمه جدا 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 ويتحطوا فوق الدماغ، زي ما في ستات محترمه جدا وفي ستات سيئه جدا. كل حاجه فيها السيء والحلو، سواء راجل او ست، في اي بلد، في اي جنسيه، في اي نوع، كل حاجه فيها الحلو والوحش، انا مش بعمم. فالست دي كانت بتتشتم وبتتهان وبتسبلها اديان امها وباباها والعايشين والميتين، كل حاجه. كان بخيل جدا في البيت جدا، وكان مخلف منها كمان، وبخيل حتى على عياله، يعني حتى على عياله ضناه بخيل عليهم، هو شايل اسمه، المفروض هو يبقى شايل اسمه، يعني هو يروح يجيب لهم الحاجه. كان بخيل في الاكل، في الشرب، في اللبس، في الفسحه، في العاطفه، حتى انه يحن على ابنه ولا يطبطب ولا بنته، ولا يحن على مراته بكلمه طيبه رفقا للقوارير. كل الحاجات دي مع صفر، ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي. فراجل نتن في الاسلوب، في التعامل، البخل، المعامله القاسيه، بخيل في العواطف وفي الماديات، كل الحاجات دي. فالست بصراحه يعني شابوه، القبعه تترفع عليها، راحت خلعت، وبالفعل طبعا اتحكم بالخلع
عليها وارتاحت. في واحدة تانية على المثل العكس تماما، كان جوزها كويس وعيشة مية مية واحترام وذوق وأدب وكرم وكل حاجة، مجرد إنها ملت من الحياة أو زهقت من الحياة أو لقت إن الحياة مملة، عاوزة جديد، جديد بأي شكل، عاوزة حد جديد تعيش معاه، عاوزة تسيبه، زهقت منه، كأنها لبس مثلا أو حاجة بتعتبره كده، أكلة ولا لبس ولا خروجة زهقت منها، تغير تجيب الستايل التاني الجديد. فدي طلبت خروج، وطبعا اتحكم لها برضه، لأن هي القانون دلوقتي أي ست مش عاوزة تعيش مع جوزها بتطلق، بتقول كلمتين في المحكمة المحامي بيقولهم لها وبتطلق. فاحنا عاوزين نخلي في أسباب جوهرية إن الست تطلق وتخلع جوزها بس. فانتوا رأيكم ايه في الموضوع ده؟ يعني ان فعلا يفضل يبقى في اسباب جوهرية ان الست ترفع خلع وتطلق ولا لا؟ احب انكم تشاركوني بالاراء، واللي عنده تجربة بمر بيها، سواء واحدة ست مرت بالتجربة دي هي او احد معرفة قريبة، راجل مر بالتجربة دي حصل له خلع مثلا، ليه؟ الاسباب ايه اللي ادت ان مراته تخلعه؟ كل الحاجات دي احنا بنتناقش مجتمعي، وبنتناقش مع الستات ومع الرجاله في الشؤون اللي بتخص المجتمع كلها. والحاجه السيئه بنحاول نقول ارائنا ان يبقى ليها حلول تانية افضل، او مشكله نحسن عشان المشاكل دي ما تحصلش وما تتفاقمش، نحسن الامور بالتصرفات والافكار والافعال والحاجات دي. فقولوا لي ان رايكم يهمني، مشاركتكم تهمني، حتى لو انا على غلط يهمني ان اسمع، ما عنديش ادنى مشكله ان حد يقول لي انت غلطانه في النقطه الفلانيه، عدلي النقطه الفلانيه، كلامك على راسي وهعمل بيه، ما عنديش ادنى مشكله. الانتقاد انا ما بعرضش فيه، اللي عاوز ينتقدني ينتقدني، ما دام بادب واخلاق واحترام خلاص مسموح، النقد مسموح عادي ما دام في الحدود، في حدود الاحترام، زي ما انا بحترم متابعيني الناس بتحترمني على راسي وانتوا على راسي. برضو كان في نقطة ان مثلا ايه، اما واحدة مثلا حكم الخلع، الست بتبقى متهانة ومضروبة، اللي هي مشتومة ومضروبة يعني وطفحت القمرين، بتيجي تخلع طبعا بيتحكم فيه بقى، بتحصل الخلع بمدة طويلة، هي المدة المعروفة من 3 شهور ل6 شهور، ده الاوردينري او الطبيعي او الريت المعدل الطبيعي من 3 ل6 شهور، لكن ساعات بتوصل لسنة، ممكن سنة وشوية في بعض الحالات. ليه؟ ايه الاسباب؟ حتى لو جايبين محامي بيرفكت وشاطر، الاسباب اللي بتخلي قضية الخلع تطول عن 6 شهور، الزوج لو مسافر في بلد تانية ممكن تطول، الزوج لو حتى في يعني مقر سكنه ملوش مقر ثابت، الست دي كانت متجوزة في ايجار جديد وحصل انفصال وهي راحت عند اهلها وهو ساب الشقة ومشي، ما تعرفوش عنوان تاني، او تعرفوا عنوان تاني مكتوب في البطاقة ولكن غير متواجد بيه، بيبتدوا يعملوا بحث عنه. برضو العملية دي عدم وجود العنوان بتعمل نوع من التطويل، الإطالة في الحصول للزوجة على الخلع، الحكم بالخلع، اللي هي الزوج مسافر، العنوان مش متوفر او هو مش موجود فيه او سابه، او مش ملك ايجار، او الملك مكتوب ولكن سابه وعنده مكان تاني غير معلوم، او جاب مكان تاني، او راح عند حد من قرايبه، او اي مكان، او الشقه اللي معلون عليها فيها اعلان مثلا بيروح للمحضر غير متواجد، بتحصل على الخلع برضه، بس بتطول. لما القاضي بيلاقي ان الحكايه بقى مش عارف يعثر عليه بيحكم لها شهور، بس بتطول. وفي ناس ستات يعني يا رب بتبقى مثلا عندها معاش عاوزه تحصل عليه بتاع والدها او والدتها، فعمليه التطويل دي بتبقى مش عارفه تصرف منين، فالعمليه دي برضو بتبقى صعبه. فاحنا بنطالب بحاجتين، قولوا لي كلامي صح ولا لا؟ حاجتين، الحاجه الاولانيه يبقى في شروط الخلع، عشان في رجاله بتتظلم برضو في الموضوع ده، بتبقى رجاله كويسه وكل حاجه وبتتخلع ظلما وبتاخد سمعه على الفاضي، انت مخلوع وهو كويس، يبقى في شروط. الحاجه التانيه الست اللي بتبقى مظلومه فعلا وليها حق انها تخلع، يبقى تسريع في عمليه الخلع، حتى لو عدم العثور على الزوج يبقى في رينج معين، لازم يتحكم بقى بالخلع، لازم يبقى شهور معينه اقل من سنه،
ولازم يتحكم بالخلع حتى لو يتم العثور عليه ما دام الست دي مظلومه. انتوا معايا ولا لأ؟ عشان مصاريف ستات بيبقى موقوف معاش امها وابوها. اللي معايا يأيدني واللي ضدي يقول لي. الفيديو ده لو عجبكم شيروه لاصحابكم ومعارفكم، وما تنسوش اهم حاجه ايه هي، احفظوا، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اشتركوا انتوا اخواتي وانا بحبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. سلام.